طب أمير، أنت كديزاينر انا كنت عايز اقول حاجه في حوار دمياط طب قول. عشان الحوار ده حوار شرس قوي بصراحه. هي دمياط كلها شرسة. بص اقول لك حاجه يعني انا في الاول انا من دمياط وبعد كده كنت جامعتي في الاول كنت في المنيا، فرحت قعدت في الصعيد سنتين وبعد كده جيت قعدت في القاهره. هي دمياط عالم مختلف يعني للعلم، يعني انت لما تكون عايش في محافظه ما تعرفش حلوه ولا وحشه، انت لما بتخرج بتعرف دمياط عالم مختلف. ليه بقى؟ يعني لسه كانت بتتفرج على البرنامج بتاع صاحبة السعادة، فكانت عاملة حلقة عن دمياط فقالت أقوى محافظة في مصر. الكلام ده حقيقي. احنا عندنا في دمياط عندنا كل حاجة، يعني احنا ممكن تبني سور حوالين دمياط تمام خلاص. هنعيش. اه زراعة، انتوا صناعة. جبابرة. لا انا بقول لك بجد، زراعة، صناعة. الأكل عندنا مختلف، العيش عندنا مختلف. انا الاكل عندكم مختلف ليه؟ عشان يعني مشبك يعني؟ لا الطماطم في السوق مختلفة اصلا والله. يعني انا لما رحت بره، يا جماعه الطماطم طعمها وحش كده ليه؟ ايه ده؟ هي الجبنه انت خباك، انت اوريدي عارفه لو واحد اتولد عاش في امريكا وبعد كده راح عاش في بلد فقيره يقول لك عارفة هو عارفه الاحساس ده اللي اتكلمنا عليه، كنت في امريكا، يقول لي جابني في الكارثه دي. فدمياط هي بلد ناجحه، فاصلا دمياط النجاح هناك مش ان انت شاب روش وعامل شكل، نجاح ان انت نجحت. فانت دلوقتي اتولدت في بيئه اصلا تنافسيه، بيئه فيري تاف، فيري تاف، لان هي بيئه نجاح مش بيئه نتدلع. فانت دلوقتي يعني انا ليه بتكلم في النقطه دي، لان دايما تيجي تتكلم عن دمياط يقول لك ايه، اصل دمياط بخله، اصل مش عارف ايه. لا هم دمياط ما بيتغلبوش هو مش يعني انا هو مش لا، مساله بخل او كده، هم ما بيتغلبوش، مش في هو اسعار. بيزنس. انا مثلا كل اللي بشتغل ما معاهم هنا، بيتغلبش في اي حاجه اي اصلا. واحد بيزنس شاطر، اي واحد عنده بيزنس شاطر في القاهره هو دمياطي، هو سيستمه. انت دلوقتي اصلا مين اكتر ناس شبه الضمايطه في الشغل؟ السوريين. انت دلوقتي السوريين يقول لك يا ده السوريين دول ناجحين، هم مش يا جماعه، هم ضمايطه في احنا الاصل. جايين نشتغل. صح. فالكونسبت نفسه، انت الخلفيه اللي انت جايبها من دمياط خلتك مع الوقت بتتعامل مع الموضوع بجديه. موضوع مش بنهزر، احنا جايين نشتغل. انت جاي تهزر، تمام بس مش هينفع. مش هينفع ليه؟ عشان ما تزعلش. فالرجوع، انا رحت محافظات كتير واشتغلت في محافظات كتير قوي. لا يعني دايما احنا عندنا للاسف في مصر عندنا ثقافه ان اي حاجه غير القاهره فلاحين فلاحين وساقيه، والكلام ده مش حقيقي. أيوة. انت دلوقتي لو رحت ادخل حته في الفلاحين تمام وقاعدين شغالين اي في البيت والموضوع ظريف يعني. بس الكونسبت احنا يا جماعه محتاجين نبدا نشوف الموضوع بمنظور اوسع. هل احنا نعرف ان معظم الفرنتشر الايطالي بيتصنع في دمياط؟ بتروح ايطاليا يتفنش والكيت عليه ميد ان ايطالي؟ ما نعرفش. طب هل احنا نعرف ان معظم انا بشوف في المعارض في الصالوني وفي في الحاجات اللي بره، بشوف يعني شغل دمياط طبعا. فهي القصه بس كلها، خلينا نبقى احنا شايفين مع بعض ان في الاخر هي دمياط دي كونسبت. دمياط انا بشوف دمياط لو مثلا في نص مصر بيشتغلوا بسيستم محافظه دمياط كسيستم ان احنا بنشتغل وبنكبر ومش عارف ايه كنا ونتوسع، بقينا الصين، كنا سافرنا ورحنا في حته ثانيه. لكن انت دلوقتي احنا عندنا دايما عايزين ناخد زي على علاقه المصريين مع محمد صلاح. احنا بنقول ايه، هو محمد صلاح احسن ولا ابو تريكه؟ هو محمد صلاح ولا شيكابالا؟ يا جماعه محمد صلاح في حته ثانيه خالص، مفيش مقارنه. ده مفيش مقارنه ولا كمان 1000 سنه، بس هو حرف يا جماعه، حرف يوسف. فالمنتاليتي اصلا عندنا هي منتاليتي ما بنحاولش نفهم هو بورسعيد حلوه ليه. يعني مثلا هل مثلا حد يعرف ان دمياط فيها اكبر اسطول صيد على مستوى الشرق الاوسط؟ ان احنا تاني اكبر اسطول صيد على مستوى العالم، محدش يعرف. بس احنا ايه، اصلهم عندهم سمك حلو، احنا بناخد الامور في الايه. لا يا جماعه، لا كده يعني. لا يا جماعه الامور لازم. فانا بشوف ان ده اللي فرق معانا في ده، اللي في الاخر احنا بنحترم شغلنا. مش بنشوف اللي هو احنا قشطه بقى بنشتغل لا احنا بنحترم شغلنا، بنحترم الناس اللي احترمتنا. فبالتالي ده خلاك مع الوقت انت بتنجح وقادر ان انت ما تقعدش تقول اصل انا مضغوط واصل انا مزنوق. لا ده شغل فانا جاي اشتغل. مش عايز تشتغل، انا ما فيش حاجه اسمها بس انا راجل عايز ما دمياطي. تشتغلش، ما تشتغلش. ما حدش يقول لك اشتغل. ايوه بس ما تقولش بقى انا هو انا ليه مش زي ده. هو ده بيشتغل وده ما بيشتغلش.